بسم الله الرحمن الرحيم. معكم اشرف شعيب. النهارده هنتكلم عن عقوبه الانضمام الى جماعه ارهابيه وعقوبه تاسيس جماعه ارهابيه او تولي قياده او زعامه في الجماعه الارهابيه. الماده 12 من قانون الارهاب غلظت العقوبه على اللي بيأسس الجماعه الارهابيه او اللي بيتولى اداره فيها او زعامه، سواء كانت الجماعه الارهابيه ديت جماعه كبيره او جماعه صغيره من 3 افراد بس، سواء كانت شركه سواء جمعيه سواء كان اي كيان اللي بيأسس او بيدير او بيتولى قياده او بيتولى زعامه، عقوبته هنا مشدده عن عقوبه اللي بينضم للجماعه الارهابيه. العقوبه هنا بتكون الاعدام او السجن المؤبد، وفي الحاله دي الرأفه بتكون لدرجه واحده بس. طيب عقوبه اللي بينضم للجماعه الارهابيه ايه؟ اللي بينضم للجماعه الارهابيه عقوبته هنا بتكون السجن المشدد من 3 ل 15 سنه. طيب كل اللي بينضم للجماعه الارهابيه؟ لا، مش كلهم زي بعض. في ناس انضموا لجماعه ارهابيه وفقط، وفي ناس ثانيه تلقت في الجماعه الارهابيه تدريبات بقى باي شكل او دربت. الناس دي العقوبه بتاعتهم ما بتقلش عن 10 سنين السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنين. طب اللي انضم للجماعه الارهابيه دي واحد ضابط في الجيش او الشرطه او فرد في الجيش او الشرطه او حتى عسكري، العقوبه هنا بتكون السجن المشدد اللي مدته لا تقل عن 10 سنين. ونخلي بالنا ان هنا في رأفة درجتين للمحكمه بالنسبه للانضمام، انها تنزل بالعقوبه لدرجتين، يعني من المشدد للسجن للحبس. طيب اللي بيساعد حد او اللي بيدعو حد للانضمام الى جماعه ارهابيه او اللي بيمنع حد انه يخرج من الجماعه الارهابيه، دي عقوبته بتكون ايه؟ عقوبته بتكون السجن المؤبد. طب لو واحد يعني عضو في الجماعه عادي بس منع واحد تاني انه يخرج، دي عقوبته بتكون السجن المؤبد. طب لو الراجل اللي منعه ده مات، يعني انا بسبب منعي ليه هو مات، كده العقوبه بتكون الاعدام. خلي بالكم، الموضوع مش قليل، الموضوع مش صغير، الموضوع كبير جدا. ويا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.